السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخباركم إيه متابعين يوميات ماما حورية الجنة؟ أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في الصيف صحة وسعادة وراحة بال ورضا من عند الرحمن يا رب. بسم الله نبدأ حلقتنا النهاردة. طبعا حلقتنا النهاردة هنعمل هناخد فكرة إزاي بنظف البوتاجاز بطريقة سهلة جدا ومكون سحري، يعني مكون وصفة سحرية. يا ترى هنستخدم ايه النهاردة في غسيل البوتاجاز بتاعنا النهاردة لما بيكون عندنا فيه طبعا حاجات محروقة في البوتاجاز كده يعني، او دهون طبعا ليها فترة عندنا. طبعا انا تعمدت ان انا اسيب البوتاجاز يعني كام يوم كده عشان اطلع بالمنظر ده كده بالبوتاجاز والدهون. يا ترى استخدمنا ايه النهاردة؟ تعال نشوف مع بعض وصفة السحرية بتاعتنا النهاردة اللي هي سهلة جدا. طبعا اول حاجه بنبدا بيها طبعا بنشيل بواقي مكان ما احنا عملنا الاكل وكده، لازم نشيلها علشان ما يبقاش فيه صعوبه واحنا بنغسله. ايه الحاجه السحريه بقى؟ انا كنت هستخدم اللي هو بتاع اللي هو الدهون، يعني قاهر الدهون. لا، الوصفة السحرية بتاعتي أنا اللي عاملاها بإيدي. الوصفة دي هي الصابون البلدي. عارفين الصابون البلدي؟ أنا اللي عاملاها بإيدي. إن شاء الله هنزل لكم بحلقة قريب جدا إزاي عملناه وإيه مكوناته، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة جدا بإذن الله. طبعا الصابون البلدي إحنا عارفينه، كلنا عارفينه. بس أنا بقى اللي أنا إيه الحاجة الميزة بقى اللي احنا هنعملوه بقى، انا هعمله لكم في القناة عندنا بمكونات رخيصة جدا وسهلة واقتصادية. بصوا البوتاجاز اول ما رغينا الصابونة واستخدمناها في اول جزء فيه حروق في البوتاجاز او دهون، بص الفرق عمل ايه. يعني بصوا حاجة كده ما اقول لكم، مش عارفين السحر سحر. لا تقولي لي ما اعرفش ايه ولا مكون ايه ولا احط ايه على ايه، لا هي الصابونة البلدي بتاعتنا بتاعت زمان اللي اتربينا عليها. طبعا مكوناتها انا هنزل لكم بالطريقه والوصفه والمكونات حلقه هتكون ترند ان شاء الله باذن الله. دعوه من القلب كده لماما حوريه، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا متابعيني الكرام. ان شاء الله كده يا رب ينولنا زياره بيت الحرام يا رب العالمين، زياره سيدنا النبي يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما خدش معايا مجهود، بصوا يا دوبك مجرد ما انا برغي في الليفه بتاعت الصابونه بتاعتي، ارغي من غير ما ادخل يعني ميه كتير. انا عايزه اخد اللي هو الاساس اللي هي الصابونه نفسها، مش عايزه ادخل في الصابونه كتير، يعني يا دوبك اديها يعني حاجه بسيطه كده ان انا اقدر ارغيها. لكن انا احط ميه، انا حاطه ميه كنت يعني رشه ميه بسيطه خالص على البوتاجاز عشان خاطر ايه، لو في حاجه كده يعني دهون ما تبقاش معايا ناشفه. حاجة بسيطة يعني. بص كل شوية كده كل فترة كده من حين لآخر كده أديها كده إيه رغوة كده، لازم آخد الرغوة. لأن طبعا أنا هي المكون الأساسي معايا هو الصابون النهاردة. ما بستخدمش أي إضافات تاني في البوتاجاز وفي تنظيفه غير هو الصابونة بتاعتنا دي بس كده. والله ما أقولكمش على المفعول بتاعها. طلع دهون البوتاجاز حاجة بصراحة اللهم بارك. يعني بصوا مش هتحتاج غير ان كنتوا بالليفة كده وهتعدوا على الحروق بتاعتكم اللي في البوتاجاز او الدهون مهما كانت صعوبتها. لو اكتر من كده برضو الدهون عندكم هتطلع برضو الدهون. حتى ممكن ما نستخدمهاش بس في البوتاجاز، لا ممكن على الرخام عندك، ممكن في الحوض الاستانلس، ممكن بعد كده على السيراميك عندك لو في ورا البوتاجاز. طبعا بره البوتاجاز طبعا احنا اكتر يعني مكان ده بتتراكم عليه الدهون. طبعا بصوا هي برضو بنستخدم الصابونة السحرية دي اللي احنا هنعملها مع بعض في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات اللي جاية، هنطلع بوصفة الصابونة البلدي الغير مكلفة لكل ست بيت شاطرة عايزة توفر في الميزانية وتنظف مطبخها وبيتها بأقل الإمكانيات وبأقل المصاريف. هقول لك ازاي تعملي الصابونة البلدي. بصي البوتاجاز بقى ايه بعد كده، هوريكي انا من قبل وبعد بقى. بصوا يعني ما تخافوش على ايديكم منيها، يعني ما تقولوش مثلا هنستخدم فيها خامات هتبوظ جلدنا وكده، لا هوريها لكم. بصوا احنا استخدمناها وبتدخل في ايدينا وجلدنا وبنستخدمها ما فيش ولا حاجة، يعني آمنة جدا 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 جدا. بصوا احنا بدأنا ان احنا يعني بصوا احنا دعكنا الدعكة العادية زي اي ست بتدعك بوتاجازها عادي خالص. بصوا ما اقولكمش طبعا يعني حتة قماشة كده بتكون مبلولة مية كده، وابدأ ان انا ايه امسح بوتاجازي. بصوا المنظر طبعا الصورة بتتكلم.
يعني ما شاء الله طلع الدهون كلها اللي في البوتاجاز اللي جوه العيون نفسها، كانت الحاجات اللي هي اي حاجه جوه العيون كانت طلعت، ما خدش معايا مجهود. حاجه جميله، حاجه يعني بصي يعني سرعه، نظافه، هتاخدي هتاخدي نتيجه مضمونه 100% من الصابونه اللي احنا عملناه. يعني بصوا اللي عملناها وهنعملوها ان شاء الله معاكم باذن الله. يعني بصي لما بتيجي تعمل حاجه بايدك وتلاقي النتيجه بتاعتها، بتبقى حاجه بالنسبه لي انا وبالنسبه لكم انتوا اكيد، يعني حاجه مفرحه، حاجه يعني بتفتخري انت ان انت عملتي حاجه لبيتك ولمطبخك ولعيالك، عملتي حاجه من صنع ايدك. وبصوا عملت ايه، طلعت معايا دهون البوتاجاز ما اقولكمش ايه. طبعا الحته السودا دي كانت حاجه كده ايه، زي تكشيره كده في البوتاجاز، لكن دي مش دهون ولا حاجه. بصوا كده المنظر، يعني الصورة، يعني البوتاجاز مع، طبعا هو اتغسلت العيون والكوش كلها اتغسلت، فدي بواقي مية طبعا لسه ما نشفتش المية بتاعت الكوش، يعني حطيناها قبل المية ما تنشف، عشان يعني قلنا ان احنا ايه نخلص الفيديو ما نقعدش بقى نتأخر عليكم. عندك بقى حوامل الظهر اغسليها برضو بالصابونة دي، عندك اي حاجة فيها دهون يعني توكل على الله. نديها كده، يلا صل على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا الحلقة بتاعتنا كده جميلة ازاي، وان شاء الله يا رب كده يكون المحتوى عجبكم ان شاء الله يا رب العالمين. البوتاجاز بتاعنا الجميل بيبقى بصوا بيلمع كده، بيبقى بيلمع في اقل من 7 8 دقايق، يعني 10 دقايق بالكتير، ربع ساعة من اول ما بتلينيه ترغي الصابونة. بصوا بوريك الصابون ده، الصابون اللي انا عاملاه بايدي، صنع ايدي، وانتوا ان شاء الله باذن الله معايا هخليكم تعملوه بنفس النتيجه دي، وهيطلع معاكم بنفس النتيجه اللي عملتها، بس اتبعوا المكونات اللي هقول لكم عليها. ما تنسوش ان شاء الله الاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.